هتتاكل والله ما هتنزلي، ما تحلفش والله ما هتنزلي. وادي الشنطه اهي اهي يا طن. ايوه تعالي خدي، بابا عايز تعالي خدي بالراحه هي مشكلتك. لا ثواني انا اسكتي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ احسن ناس في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 من اخر فيديو. والله وحشتونا جدا، وطبعا قصرنا معاكم في رمضان، ما كناش بنطلع كتير. احنا عارفين ان احنا مقصرين، بس وقت رمضان بيبقى ضيق، انتوا عارفين يعني هو بيبقى شهر اكتر للعباده وكده، فاحنا ما بنبقاش بصراحه ايه عندنا وقت كتير احنا نصور، بس احنا على قد ما نقدر يعني ايه حاولنا ان احنا نتواصل معاكم. بس خلاص رمضان، بس احنا حاسين والله ان انتوا يعني وحشنا التصوير، وانتوا وحشنا والناس كتير قوي حبايبنا اللي بيتابعونا وحشونا جدا والله العظيم وحشنا التواصل معاكم جدا. بس احنا ان شاء الله هنرجع تاني يعني نعمل فيديوهات باستمرار عشان تشوفونا وعشان نشوف كومنتاتكم وتفاعلاتكم الحلوه معانا. المهم بس انتوا طمنونا عليكم وقلنا عملتوا ايه في العيد واخبار العيد ورمضان والكحك. ايوه، والايام الحر اللي احنا فيها دي طمنونا عليكم بقى وقولوا لنا عملتوا ايه في العيد ده. لسه شفنا حر والله يعني شويه كده هتسقع ما تقلقيش. لا والله مش هتسقع، خلاص احنا داخلين على الصيف. وبعدين واضح ان الصيف السنه دي هيبقى ايه، صيف شديد يعني. الناس اللي بتحب السيف يعني خد بالك انت مش بتحب الصيف. الصيف حلو والله. الصيف حلو مش وحش. مش عارفه ليه بيحب الصيف والله العظيم. ايوه الواحد بدل ما يبقى قاعد سقعان ومتلج، الواحد قاعد براحته. المهم مش عايزين نطول عليكم يعني في القصه دي، عشان دخلنا في قصه صيف وشتاء عايزين 7 فيديوهات تقريبا مش هتكفينا. دي خناقاتنا على طول. انا بحب الصيف جدا، الشتاء جدا. بحب الشتاء جدا، هو بيحب الصيف جدا يعني. المهم انا بحب الصيف يا جماعه، انا بتحب الشتاء والموضوع مش راكب. المهم انا عايزه اقول لكم بقى ايه، احنا النهارده كده انا كان في حاجه اتكلمت فيها مع مصطفى من كام يوم، وهو يعني ايه مرضوش ما وافقش عليها يعني بالنسبه له تمام. فانا النهارده ايه جبته وقلت له ان انا هفاجئه بالمفاجاه دي عشان انا كان نفسي فيها بصراحه. مستني اعرف المفاجاه ويعني هي كانت حاجه نفسي فيها وانا عملتها، وانا قلت له يعني لازم تيجي عشان افاجئك بيها قدام الناس يعني. ماشي، انا بحب المفاجآت. جاهز؟ جاهز. يلا استنى ثانيه واحده. ماشي يلا انا جاهزه. جاهزه ليه؟ مش العربيه معاك؟ بيقولوا ان هي معايا. طب انا عشان هتوصلني اوصلك فين؟ يومين كده صد رد. ايه راح لخالتك يعني ولا ايه؟ لا خالتي اللي هروح لها اخد كل اللبس ده. امال مش انا قلت لك اول امبارح؟ ايوه مش اول امبارح قوي يعني، قلت لك ان اصحابي رايحين رحله، وقعدت اقول لك تعالى نطلع الرحله، قلت لي هتبقى تعب عليا وانا مش هقدر عشان الشغل. رحله ايه؟ مش انا قلت لك كده؟ ايوه رحله ايه؟ فكريني انا مش فاكر. السخنه. ايوه بعدين؟ فانا هطلع. ايه اللي انا هطلع؟ تطلعي فين؟ هطلع، ما خلاص يا ابني اصلا ده كان كلها نص ساعه والاتوبيس يتحرك فين؟ يتحرك من الموقف. امال انت هتوصلني فين؟ امال انا لابسه ليه؟ انت ان شاء الله انت طالعه مع اصحابك ومجهزه حالك وطالعه معاهم العين السخنه. ايوه. طب وانا؟ ما انت ما رضيتش تيجي معايا. لا وانا ما قلتليش ليه؟ لا ما انا قلت لك تعالى، انت قلت لي انا مش فاضيه اروح، فبالتالي انا رحت مع اصحابي. انت اتفقتي وظبطتي حالك وخلاص، انت المفروض طالعه. هو ثواني بس، هو وجه الاعتراض عندك ما كانش في ان انا اطلع ولا ما اطلعش، انت وجه الاعتراض عندك ان انت قلت لي ان انا مش فاضي. ايوه فانا بقى اطلع مع اللي انا عايزه انت تطلعي مع نفسك. ما انا طالعه مع اصحابي مش طالعه مع نفسي. ازاي يعني؟ طالعه مع اصحابي. لا وانت ما قلتليش اصلا واتفقتي مع اصحابك على انا قلت ماما وبابا عارفين. يعني ايه ماما؟ طب وانا؟ ما انت اللي ما رضيتش تيجي معايا. انت ما قلتليش ليه اصلا واتفقتي وظبطتي ازاي؟ ما انا بقول لك اهو، كلموني امبارح بالليل اصلا. وانا مالي انا يكلموكي ولا ما يكلموكيش؟ ازاي يعني ما تقوليليش تفاجئيني بحاجه زي كده اصلا؟ انا مش بفاجئك، انا بقول لك اهو. انت كده خلاص يعني المفروض بقى ان انا ايه اقول لك امين يلا تعالى اوصلك ولا؟ ايوه هتوصلني. لا اطلب اوبر يعني؟ يا سلام، هو انت اصلا مش هتنزلي من باب الشقه؟ ده مين اللي كده؟ انا اللي بقول لك كده. لا مفيش الكلام ده مصطفى، انا حجزت التيكت. والله ما هتنزلي. ما تحلفش. والله ما هتنزلي. وادي الشنطه اهي اهي. يلا. على فكره في حاجات بتتكسر. تتكسر ولا تولع؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ما بهزرش. مفيش الكلام ده. مش هتنزلي من باب الشقه. مفيش ايه؟ مش هتنزلي من باب الشقه. لا هنزل. لا ماما هو ايه مش هتنزلي من باب الشقه؟ نادي لامك. ايه اللي نادي لامك؟ ايوه ما انا يا طن. ايوه تعالي خدي. بابا عارف. تعالي خدي بالراحه تعالي خدي لما تتكلم عدل. انتوا منين ما تكونوا عايزين لوحدكم لازم تزعقوا في خير في ايه؟ ماما هو انتوا مش عارفين انا مسافره ماما؟ ايوه الست دي راحه فين؟ طب هو بيقول لي ما تروحيش. استني انت عشان ما اديكيش راحه فين؟ رايحه السخنه حبيبي يومين. ايه؟ رايحه السخنه. سخنه؟ الف سلامه. الله يسلمك. يعني ايه مش فاهم انا؟ ماشي يا مصطفى يومين يا بابا تفك عن نفسها يومين السخنه. ايه اللي تفك عن نفسها وهي تروح ازاي اصلا؟ كل حاجه ما كانش اللي هي مصطفى كده، ما تهدى عن نفسك شويه يا ابني. هو انت موافقه اصلا؟ ايوه هي هتنزل لوحدها.
امال هي تنزل لوحدها؟ ايوه ما هي نازله لوحدها مع اصحابها. ماشي بس احنا عارفين صحابها مين وعارفين مين هم. ازاي اصلا تطلع من غير ما تقول لحد وتقول لي؟ ايوه لا بابا قال لي ابوها بابا اللي عطيف. انا مش موافق ان هي تطلع. بس ابوها موافق يا مصطفى. لا انا مش موافق. لا يا حبيبي لا معلش بس بقى استنى بقى يا مصطفى كده. بص يا حبيبي طول ما هي في بيت ابوها اللي يقول لها روحي وتعالي. لما تبقى في بيتك يا بابا بقول لها اللي انت عاوزه. انا ماليش كلمه عليها. لا يا حبيبي انت ليك كلمه برضك علينا وراسنا بس هي مستأذنه ابوها على حياه الدنيا. يا ماما انا قلت له اصلا يطلع معانا هو ما رضاش. طيب خلاص هتعمل لك ايه؟ انا مش فاضي وعندي شغل. هي عندها كبت في الشغل وعندها دوشه. هي قالت لابوها قال لها هتفك عن نفسك يومين يا ندى. هي ما عرفتنيش ما قالتليش. هي بتقول قالت لك انت ما قلتلهاش فاضي. ثواني بس ثواني. هي مشكلتك. لا ثواني يا ندى ثواني يا ندى اسكتي. ثواني يا ندى انا بكلمك. يا ست انا بقول لك ثواني يا ندى انا بكلمك. انا دلوقتي بتكلم. هي ثواني بس هي دلوقتي مش قالت لك تعالى معايا؟ وانا قلت لها مش فاضي ما تطلعش من غيري. يعني ايه ما تطلعش من غيري؟ هي طالعه لا معلش. انت مشكلتك ان انت طالعه من غيرك ولا مشكلتك ان انا طالعه اصلا؟ طب ومين قالك ان احنا اصلا هنطلعها معاك يا مصطفى؟ يا ستي معايا من غيري مش هتطلع. مين قالك ان انت حتى لو انت طالعه هنطلعها معاك؟ مش عارفه تطلع معاك. هي تطلع مع اصحابها وما تطلعش معاك. مش هتخرج من باب البيت. لا هتخرج. لا هو انت مشكلتك في ايه؟ انا مش فاهمه ايه مشكلتك. ان انت مش طالع معايا ولا مشكلتك ان انا طالعه لوحدي ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه ايه. وبعدين انت اصلا بتعمل ليه ان النضاره تتكسر؟ تتكسر ولا تولع؟ ليه ان شاء الله كده؟ انت عارفه رايي في الموضوع ده. اتكلم معايا باسلوب عادل اصلا عشان انت بتتكلم باسلوب مش حلو وعمال تتشنك وعمال تهبط في الحاجه. هو في كل ده عشان انت عارفه ان انا ما بحبش كده. يعني ايه؟ ما بحبش الخروج مع اصحابك وان انت تطلعوا مصيف والهبل اللي انتوا خلاص ما انا قلت لك تعالى معانا. انت مش راضي اعمل لك ايه يعني؟ وانا اطلع معاكي اصلا بصفتي ايه؟ ما ينفعش ان انا اطلع معاكي. هتطلع معايا ورودي مروان يطلعوا معايا كنا هنطلع كلنا. انت ما رضيتش. انت عارفه مبدئي في الحته دي انا ما بحبوش. ما بحبش انت تطلعي تخرجي مع اصحابك ولو مصيف. طب ما انت مش عايز تخرجني. طب ما انت مش عايز تخرجني. طب اعمل لك ايه يعني؟ انا مش فاضي ان انا اخرج. مصطفى انت عمال على فكره هتاخر. هتوصلني ولا اطلب اوبر؟ انت مش هتنزلي. انا مش رايح في حته. انا مش هوصلك اوبر انا عشان انت ايه كل مره تقعد تعمل كده. هو انا مش بكلمك. طب ما انا قلت لك. هو انا مش بكلمك. انا قلت لك مش هتخرجي من البيت ولا اوبر ولا غير اوبر. طب ايه رايك هخرج بقى؟ لا مش هتخرجي. خلص يا مصطفى. والله العظيم هنزل. انا اللي عندي قلته لك. والله العظيم انا بحلف لك هنزل. مش طب ماشي فرجيني. طب ثانيه واحده بقى. فرجيني عشان هتبقى نهايتك النهارده. نهايتي؟ الو. هاي طنط عامله ايه الاخبار؟ ابنك مش عايز يخليني اجيلكم. بيقول لي مش هوصلك. هو قاعد جنبي اهو. والحاجات اللي انا كنت جايباها ريم وروان كلها اصلا رماها في الارض في الشنطه. وبيقول لي مش هوصلك. وقلت له هطلب اوبر في الاخر بيقول لي والله العظيم انت استنى. ايه ده؟ مين ده؟ في ايه؟ طنط بصي يا طنط بيشد مني التليفون. ايه يا طنط؟ ما انا عارفه. انا بقول له والله العظيم هنزل عشان انتوا مستنيني على الغدا مش راضي ينزل. خدي معاك. خد امك معاك. ده ايه ده ان شاء الله؟ خد امك معاك رد عليه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احنا المفروض ان هننزل يلا عشان نروح ننزل. رايحين فين؟ رايحين ننزل. الو. هو انت متفقه معاه من امتى اصلا ان احنا هنيجي النهارده وما قلتليش؟ يلا بس هننزل ولا مش هننزل؟ طب ما مش كنت تعرفيني. استني. مش كنت تعرفيني طب وتقولي لي؟ بس هقول حاجه لطنط. مش كنت تعرفيني طب وتقولي لي؟ هات بس. انتوا بتهزروا يعني ولا انتوا ايوه بنهزر. تعالى بس هقول لك. هات بس. ماشي يا ماما ماشي. هات بس كده. هقول لها حاجه. مش تحلف عليا احنا مش هننزل يلا عشان احنا رايحين نطلع مستنيينا على الغدا. والله طب ما ليه اللي انت عملتيه؟ عاملين لي الاكل اللي انا بحبه. طب ما ليه اللي انت عملتيه ده؟ بنرفزك بضايقك. يعني ايه تنرفزيني؟ عشان انت مش عايز تنزلني يا بنتي. وانت غاوي حرق دم كل مره. والحاجات دي على فكره فيها حاجات ممكن تتكسر وبتاعت ريم وروان. انا مالي انا حاجات تتكسر ولا ما تتكسرش. كانوا طالبين الاوردر الشحن ده وخلوه يجي عليا عشان خاطر هم ما كانوش في البيت. الحاجات دي ليه كل مره بتعملي فيا كده؟ طيب ليه كل مره بتحرقي دمي وتنرفزيني؟ عشان انت بتحب مش عارفه تهيني. انت عارف انا هسافر. انت عارف ان بابا هيخليني اسافر. ده بابا هيخليني اجي عندكم البيت اصلا غير امي اللي بتلبس جوه عشان تيجي معايا. مالك في ايه؟ طب ليه يعني؟ ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه يعني؟ ليه ايه اللي بنعمله؟ يلا انا خلصت ولا لسه؟ ايوه ماما يلا عشان طنط لسه قافله معانا. هننزل اهو زي ما انا قلت لك عشان تبقى عارف بس. وهناخد الشنطه معانا وماما بتلبس جوه. يا جماعه خلاص احنا رايحين دلوقتي عند طنط عشان هي عامله لي الغدا اللي انا بحبه. والله بجد انت مستفزه. والمفروض ان احنا انا مش جاي عندهم تاني يا جدعان. ده على فكره هم هناك متفقين معايا كمان. ايوه انت وصلت لهم؟ ايوه من الحاجات دي رايحه ازاي.
المهم يعني مش هنطول عليكم، قولوا لنا ايه رايكم في المقلب وقولوا لنا عرفتوا تستفزوا ولا لا. يا جدعان بالله عليكم بالله عليكم، يعني اللي بيحبني يقول لي على مقالب اعملها فيها، عشان اللي هي بتعمله فيا ده صراحه كتير. مش هيكسب برضه، مقلبي انا احسن، الناس كلها بتحب ان انا اعمل فيك مقالب. يلا متنسوش تعملوا لنا لايك وفولو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، واستنونا فيديوهات جايه، وقولوا لي المقلب الجاي عايزين نعمل فيه ايه بالظبط. ها مش جاي لكم تاني؟ ماشي عادي، هنعمل مقلب عندك في البيت او في العربيه، مش هنغلب، مش هرحمه. وخليكم معايا بقى وقولوا لنا ايه رايكم في المقلب، وقولوا لنا عايزين المقلب الجاي يكون ايه. هتوحشوني جدا، باي باي.